سلام، ازيكم عاملين ايه؟ انا جايه النهارده اغير مفهومكم عن مربى المشمش. الموسم بتاع المشمش هو الايام دي، فصراحه بابا جايب شويه مشمش حلوين جدا جدا. احنا هننضف المشمش، هنغسله كويس جدا، وبعد كده هنفتحه بالسكينه بالشكل ده نصين، وهنشيل منه النوى، وهنجيب عندنا اي بايركس ونرصه بالشكل الحلو ده زي ما انتوا شايفين كده. وبين كل طبقة وطبقة هنحط سكر. انا صراحة استخدمت سكر ستيفيا، وكنت بحط بين كل طبقة وطبقة تقريبا كيس او كيس ونص. تمام، لازم نغطيها بالسكر تماما، لان احنا محتاجين ان هي لما تنزل السوائل اللي فيها احنا هناخدها نعمل بيها المربى. السوائل اللي هتنزل منه يعني هناخد منها السوائل دي نعمل بيها المربى، واللي هيخليه ينزل السوائل دي السكر اللي احنا بنضيفه بالشكل ده. وغير ان هي كمان بتقعد تقريبا من يوم ليومين في التلاجة. هنا هنغطيها بستريتش راب كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، شكله حلو قوي. وبعد كده هندخلها على التلاجة تقريبا هتقعد يومين. هنا كان عدى عليها يومين. يلا بينا نفتح ونشوف مع بعض. اهو زي ما انتوا شايفين كده، هنا تقريبا كان عدى عليه يومين. انا سبته في التلاجة يومين ينزل كل السوائل اللي فيه براحته. تمام. وطبعا يا جماعه اللي عايز يستخدم سكر عادي يستخدم سكر عادي، بس انا قلت اجرب بسكر ستيفيا. يلا بينا على النار. دي السوائل اللي نازله منه، وانا كنت فصلت السوائل عن المشمش وحل على النار، وهنحط كل السوائل اللي نازله منه. بس طبعا هي حبه صغيرين، فانا ضفت كوبايه ميه، وكمان ضفت معلقتين سكر، وضفت 7 حبات قرنفل، وكمان لما غلي ضفت عصير ليمونتين كبار، عشان احنا محتاجين العصير ده يتقل يبقى شيرة. تمام زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بطلع القرنفل منه، عشان القرنفل بيدي طعم حلو قوي قوي للمشمش. وبعد كده بضيف المشمش للشيرة بتاعتنا، وبعد كده بوطي النار عليه وبغطيه زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هو يا جماعة بيعمل رغوة بيضة كده. لازم الرغوة دي نشيلها، لان الرغوة دي بتغير من طعم المشمش، بتغير من مربى المشمش ومن طعم مربى المشمش. لازم كل رغوة البيضة دي نشيلها. وبعد كده بنديها تقليبه من تحت لفوق كده. وبعدين هو مستوي يا جماعه، ما قعدش معايا على النار كتير، يعني قعد نص ساعه بالكتير، ما حدش قعده اكتر من كده لو المشمش بتاعك مستوي. لو مش مستوي بيقعد ساعه. هنا كان اخد غلوه تقريبا، قعد نص ساعه معايا على النار. وبعد كده بغطيه وبرفعه من على النار وبسيبه يهدى تماما. بصراحه المطبخ حر، اخدته عندي الاوضه عشان يبرد. وهنا كنت منضفه برطمانين ومنضفه الطبق ده، وما حبيتش ان انا احطه في البرطمانات اللي انا معقماها دي غير لما اوريكم الشكل والقوام، وكمان ندوق مع بعض. بجد طعمها تحفه وشكلها حلو قوي، وانا دايما بحب اكلها مع القشطه. اي نوع قشطه عندكم واي نوع عيش عندكم. يلا بينا ندوق. طعمها اسطوري بجد اسطوري. ممكن تكون محتاجه شويه سكر، بس هي بالنسبه لي كده حلوه. اللي عايز يضيف سكر يضيف عادي، هو بيحط في البرطمان. بجد يا جماعه طعمها حلو قوي ولازم تجربوها. واهم حاجه تكونوا معقمين البرطمانات ومنشفينها كويس جدا. وهتدعولي جربوها وقولوا لي رايكم. ما تنسوش الفولو واللايك والسبسكرايب، واستنوني في وصفه جديده. باي باي.